يا أهلا يا أهلا أهلا بيكم في الحلقة الثالثة من برنامجي الوعي الآخر اللي هنتكلم فيه عن الحاجات وإزاي ممكن نشوفها من كذا زاوية، يعني مش من زاوية واحدة. الحاجة اللي أنا عايزة أتكلم فيها النهاردة موضوع التنظير. مؤخرا بقيت بحس especially في الكوميونيتيز بتاعة الوعي، اللي هي الناس اللي بتتكلم في سيلف ديفلوبمنت والحاجات دي، بقى في حساسية زيادة قوي من لما حد يطلع يقول رأيه straight forward من غير ما يقول كلمة بالنسبة لي. مثلا بتجربتي الشخصية بتقول بيبقى في كده تحسس اللي هو اتكلم عن نفسك، اتكلم عن نفسك، ما تطلعش تنظر، ما تطلعش تقول ايه الصح وايه الغلط وايه المفروض وايه اللي لازم وايه وايه وايه. انا شخصيا في حياتي اتعرضت كتير. شخص لا بالمناسبة انا شخص لا يقبل النقد بسهولة، خصوصا من المقربين. يعني ممكن لو حد بعيد قال لي كلمة مش هاخد ودي معاها كتير، بس لو تعرضت للنقد من المقربين بتوجعني، عندي حتة جوايا كده بتوجع منها. المهم، ففي حياتي قابلت ناس كتير كان في منهم اللي بتقبل منه الكلام، وكنت بسميها نصيحة أو بسميها بيفتح مخي، بيوريني زوايا أنا ما كنتش شايفاها. وفي ناس كنت بسميها إن هو بينظر. في تجربتي فعلا بقى لقيت إن هو الناس اللي كنت بسمي إن هما بينظروا كانوا بيقعدوا يقولوا لي ما انت هتحسي بكذا وانت بتعملي كذا عشان كذا، كأن انت بتقرا لي الكف. يعني دلوقتي يعني انت دخلت جوه قلبي وعمال تحكي لي انا بحس بايه وبفكر ازاي وايه دوافع، يعني بتتكلم بالنيابه عني. فكنت بحس ان انا بتخنق من الحوار، انا مش عايزه اسمع حد بيحللني يعني. والناس اللي كنت بحس ان هما بينصحوني او بيفيدوني كانوا بيسمعوني كويس قوي، اللي هو فضيت اللي عندي وبعد كده يبدا يفكر معايا، يسالني، يقول لي رايي، يقول لي طب وات اف ان انت عملتي ده عشان ده، فيبدا اللي هو يكشف لي حتت كده من المستور انا ممكن ما كنتش واخده بالي منها. المهم، فلقيت انه الفرق مع ان الاتنين ممكن في الاخر يكون عندهم نفس التارجت او حتى يقولوا نفس الكلام بس بطرق مختلفة، بس فرقت معايا الطريقة. يعني الطريقة بتاعت اصل انت كذا وانت كذا وانت كذا وانت عمال تتكلم نيابة عني تقفلني تماما. فمع الوقت اكتشفت حاجة مذهلة قوي، انه التنظير حتى بالطريقة دي لطيف ومقبول، يعني لطيف وساعات مفيد. عارفين لما تبقى طول الوقت بتطبطب على حد، بتحسس عليه ما بتقولوش الحاجة اللي هو استنى سيبه هو هيعرف لوحده. احنا ساعات بنبقى عايزين ناخد كشاف في عينينا، يعني ارميها لك كده، اديها لك كده اللي هو بين حواجبك، انا عايزه اديها لك في عينيك دايركت، بيسموها بلحه كده تفوقك. يعني مش لازم اقعد الف وادور، ساعات بيبقى ده المطلوب. بيفكرني دايما بقصه الاطفال لما احنا بنيجي نربي عيال. ما ينفعش اقول له اعمل اللي انت عايزه، اللي انت عايزه، اللي انت شايفه، اللي انت حاسه، القرار بتاعك. هو ما عندوش معطيات اصلا. ساعات واحنا تايهين في الطريق ما بيبقاش عندنا المعطيات اساسا. انا مش عارف يعني. سمعت مره واحده كانت يعني في بودكاست اللي كنت عاملاه واحد سوشيال، اماني ابو النجا، كان بتقول حاجه خطيره جدا جدا. كانت بتقول ان هي راحت حضرت حد بيتكلم من اللي احنا ممكن نسميه ان هم بيوعظوا او بيقول لك كلام اللي هو موتيفيشنال سبيكينج او لما سمعته قال جمله ان انت من حقك تزعل، من حقك تعوز، ومن حقك تزعل، ومن حقك تعبر عن رغباتك وعن احتياجاتك. فهي كانت بتقول في البودكاست، الحلقه بتاعتها رائعه يعني لو تسمعوها، رائعه اماني ابو النجا. كانت بتقول في البودكاست انه دي كانت حاجه فتح بالنسبه لها. هو انا من حقي اعوز اصلا؟ هو انا من حقي؟ انا عندي حق اساسا؟ لو احنا بقى ماشيين بمبدأ خليك في حالك وما تقولش حد حاجة وما تنصحش حد بحاجة، واصل الرحلة فردية وكل واحد يبص في ورقته، طب ما هي اساسا ما كانتش هتعرف المعلومة دي. ما انا ما عنديش المعطيات. ساعات بنسمع بره عشان انا عايزة حد يشاور لي بس الطريق فين. انا مش عايزاه يقول لي اعمل ايه، بس ينور لي انه في حاجات اسمها كده، في حاجات اسمها انت عندك حق، انت عندك استحقاق، انت عندك حاجه انك لو تقدير للذات، انت في حاجات كده لو عملتها هتحس بالمشاعر دي، هتغير اختيارات في حياتك، هتاخد قرارات افضل. بس محتاجين حد ينور لنا. بالظبط بالظبط، فعلا زي ما بتربي اطفال. انا ما ينفعش عيل صغير اقول له براحتك، انا مش عايز تروح المدرسه ما تروحش. ما هو عنده معطيات اصلا عشان ياخد القرار. ما هو جاهل بالامر ده، زي ما انا برضو في حياتي ساعات ببقى جاهله بالامر ده.
فانا يعني مش مع فكره التنظير ككل، بس فيها برايت سايد دايما، يعني هي فيها جانب مؤذي الى حد ما، ان هو بيقطرك، بيحطك في اطار، بيعمل لك فريمنج. الاطار ده اللي هو عامل ازاي؟ يعني مثلا فاكره مره قريت كتاب بتاع اوشو From Sex to Super Consciousness. اوشو يعني بيتكلم طول الكتاب انه عنده تصور ما كده للجنس، ومفهومه عن العلاقه الجنسيه مفهوم شمولي، بس صعب الوصول اليه. فلو حد بيقرا الكتاب وهو ما عندوش وعي ذاتي وعايز يغصب نفسه ويلوي كل قدراته ومشاعره وافكاره عشان يوصل للي اوشو بيقوله، هو كده زنق نفسه بقى. اوشو حبسه مش حرره، هو حبسه جوه افكاره. ف ساعات بيبقى التنظير بالطريقه دي، ان انا بحطك في فريم، اللي هو مثلا زي حاجه من الحاجات المشهوره ان اليوجي مثلا اللي بيمارس اليوجا او اللي بيمارس التامل شخص كالم ديب انسايد، على طول هادي، لا يغضب، ما عندوش اي مشاكل في الحياه، ساند السما بدراعاته يعني. فهو على طول بقى شخص يعني في حاله من الصفاء والسكينه. طب لو انا بمارس اليوجا وده المفهوم التنظير اللي بيتقال لي عليها، وما عنديش وعي ذاتي وما عنديش احترام لمشاعري وانسانيتي، طب ما انا هتزنق في التنظير ده. بس على الجانب الاخر، لو انا بستوعب الكلام وبفكر فيه وبيعدي على فلاتر جوايا، باخد منه اللي مناسب ليا واللي مش مناسب بسيبه، لانه اكيد في حته في اللي مناسب ليا ده انا معرفهاش. زي العربيه المرايه كده، دايما في بلايند سبوت انا معرفهاش، فانا محتاجه اللي قدامي يقول لي، يعني حقيقي محتاجه اللي قدامي يقول لي. وساعات كمان اللي بنسميه تنظير بيبقى جميل، لانه انا مش محتاجه اخترع العجله، والله ما محتاجه اخترع العجله. يعني في حاجات اتعملت ومتجربه 50,000 مره، انا مش محتاج خالص اقعد ابداها من الاول، واصلا انا بقى هجيب التايهه. انت ممكن تجود على الموجود اوريدي، جود عليه، ابدع فيه، زود، شيل، حط، اعملها بطريقتك، بس على الاقل امشي في الطريق اللي الناس كتير قبلك تعبوا ومهدوه. لانه ال NLP دايما يقول the map is not the territory، يعني حتى لو انا ماشيه في الطريق فانا عيني بتشوف غير اللي جنبي شايفه، انا بشوف اللي انا محتاج، اللي انا محتاجه. فانا لما اسمع تنظير من حد، حتى لو هو بطريقه فجه، بطريقه فيها استعلاء، بطريقه فيها ان انت مقصر في حق نفسك، ابص جوايا انا اللي هشوفه من الكلام غير اللي جنبي هيشوفه في الكلام. والنبي انا قمر وراح اصمت كده، ده ايه الحلاوه دي؟ الله اكبر. راح اصمت اصلي 3 ايام كده، خلاص المفروض انزل عشان هيبص. ببصيت لنفسي ايه ده، انا اموره والله، اموره ما شاء الله، الله اكبر يعني. المهم يعني دي بقى قصه التنظير، انه يعني مش كل ما حد يجي يقول لك ايه، بس انا لان الناس بدات تتحسس. يعني انا واحده مثلا من الناس، لسه عندي صديقه من قريب بتقول لي اصل انت عندك معلومات فبتحطي علينا. يا حبيبتي انا ما بحطش عليكي، ده احساسك ان انا بحط عليكي، يعني احساسك ان انت مستقليه نفسك قدام المعلومات اللي عندي. بس انا لما باجي بقولها بدافع انه يلا نقصر على بعض المسافات ببساطه. يعني انا رحت المشوار ده كله فعملت 1 2 3 ساعدوني، والله عايزه تجربي الطريق اللي انا مشيت فيه، انا بقول لك مش بقول لك ان انت هتوصلي لنفس اللي انا وصلت له، ممكن ما يكونش ده هدفك اصلا. وطبيعي ان احنا لو عندنا نفس المعطيات مش بالضروره نوصل لنفس النتائج، لان احنا كاركترز مختلف. بس انا بقول لك والله انا لما جربت الحاجات دي اكلت معايا وشربت وبقيت زي الفل. بس مش قصدي احط عليكي، انت حسيتي ان انا عايزه احط عليكي، ده احساسك الداخلي بقى. ان زي ما انا برضو يعني ساعات بحس ان في ناس بتيجي هي بتبقى بتقولي من قلبها، وانا بحس ان هو بينتقدني، انت بتقل مني، انت مين انت عشان تكلمني بالطريقه دي؟ عشان كلنا عارفين ان انا عندي ايجو ممكن يفرتكنا كلنا. ف ببقى ملاحظه انه اللي بيتقال ده انا باخد منه اللي مناسب ليا، واللي بيوجعني كمان او اللي برفضه هو برضه مناسب ليا. انا محتاجه اشوف هو انا رافضه ايه في الكلام اللي بيتقال، انا ليه مش مستوعبه اللي بيتقال، او مش قابله كلام من الشخص ده. ساعات بتحصل لي انا انت بالذات بقى سد. اوقات بيكون اللي هو بيتكلم فيه حقيقي حقيقي اعلى من مستوى ادراكي حقيقي. يعني انا وقتها ما بقاش مدركه ده. يعني في ناس كانت بتتكلم في مواضيع، يعني بيتكلموا مثلا في انه ازاي بيستوي جواك الخير والشر، ازاي بيستوي جواك الحلو والوحش، ازاي بيبقى كل الدواليتيز شبه بعض. انا لما كنت بسمع الكلام ده قبل كده كنت بحس جينا بقى في العدميه، وان 1+1 يساوي 1، وان 2 مش عارفه ايه كلهم هيساووا 0 في الاخر، وان كله شبه بعضه. جينا بقى الكلام بقى اللي انا ما بفهموش، ان الراجل ده او الست دي بيقولوا كلام اهبل.
ده حكمي عليه. في حين ان انا بعد فتره من ان انا مشيت مشوار وكلام سمعته وكل حاجه، بس ما عملتش بيه، وما بعد ما مشيت مشواري انا وصلت لنفس الكونكلوجن انه بقى مش قصه ان انا زي ما كنت فاهماها زمان انه الحلو والوحش، فانا ولا هفرح ولا هزعل ولا هدي رياكشنز وابقى عايشه كده في حته كده اللي هي في ثقب اسود، انا ما بتفاعلش مع اي حاجه. مش ده يعني بعد ما انا عشت التجربه ما بقتش حاسه انه ده اللي مقصود بالكلام. اللي مقصود انه ان انا هعيش المشاعر كلها بس هستقبلها كلها نفس الاستقبال. يعني مش هبقى مبسوطه قوي انه في فرح وان انا باتشيف حاجات وان انا عندي رضا، ولما اجي احزن ابقى كارهه الحاله دي وعايزه اخلص منها. لا، بقيت بستقبلهم كلهم بنفس الطريقه. اهلا بيكم كلكم منورين جوه. فساعات لما بيتقال كلام وانا بسميه تنظير ممكن يكون انا لسه مش مستعد له. زي بالظبط يعني من مده كده كان في البوست بتاع انت تبقى ظالم نفسك لو ما دخلتش نص مليون في الشهر. هو الراجل بيقول كلمه انت خبطت فيك قوي وحسيت ان ايه اللي انت بتقوله ده وانت بتحكم علينا وانت ازاي بتقول كده. طب ما تبص ايه اللي اثر فيك في الكلام. هو مش بينظر عليك، هو الراجل بيديك تبس، خدتها ما خدتهاش خلاص. ومن حقك تعترض زي ما هو من حقه قال رأيه، من حقك تعترض. بس الافيد ليك او الافضل ليك من وجهة نظري طبعا عشان ابقى ما بحكمش عليك يعني، الافيد والالطف ليك ان انت تبص على الكلام بعين محايدة، ايه اللي مناسب ليا وايه اللي مش مناسب ليا وتاخده. فخلاصة الكلام انا مع فكرة ان كل واحد عنده رأي يقوله، لانه ده بيعبر عن احتياج في البني ادم اصلا اللي بيتكلم وبينظر. زي ما انا دلوقتي عندي يعني بطلع اقول كلام، ده احتياج للمشاركة، مش ان انتوا تعملوا بالكلام بتاعي ولا تسقفوا لي، بس انا عايزة اشارك الكلام ده. وكمان اللي بيستمع يعني ممكن ياخد حاجة تنفعه، وممكن تاخد حاجة حتى يكون معترض على اللي أنا بقوله فيها، فيبدأ يفتح له أبواب تانية أو أفكار تانية أو كلنا مستفيدين، كلنا مستفيدين. وكانت لبنى شريف دايما بتقول جملة، يعني أنا ما حضرتلهاش حاجة تقريبا غير مرة سمعتها بتقول جملة بس أثرت فيا جدا. كانت بتقول إنه الإنسان لا يملك إلا أن يؤثر ويتأثر. ودي حقيقة، أي حد بيقول كلام قدامك فأنت هو هيأثر فيك وانت هتتأثر بيه، والعكس، وهو كمان هيتأثر بيك. ده احنا بنعمله باي ديفولت، يعني مش محتاجين نعمل مجهود فيه، كده كده كلنا ماشيين بنحكها في بعض، بنأثر وبنتأثر ببعض. فما تاخدش التنظير، خده زي ما انت عايز تاخده يعني، بس شوف الريفلكشنز بتاعك عليه. شوف انت بتحس بايه لما حد بيقولك افعل ولا تفعل، او بيقولك حاجه في مصلحتك او ضد مصلحتك، انت احساسك ايه. فانا مع التنظير، يعني مع التنظير ومع ان كل واحد يطلع يقول رايه. استاذنكم بقى عشان اروح اصمت 3 ايام، ارجع ان شاء الله يوم السبت على خير. ادعوا لي بالثبات في الصمت ان شاء الله.